مسؤول عن هذه العبارة. كل من يطعن بشرف النبي اسألوا عن شرفه، اذهبوا به إلى مراكز الفحص وابحثوا عن شرفه وابحثوا عن شرفه، وأنا مسؤول عن هذه. إن كل إناء ينضح بالذي فيه، فالمتعرض والطاعن بشرف عرض النبي المصطفى وآله الأطهار عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يكون شريفا، فليسأل عن حسبه ونسبه وعن عرضه وعن شرفه الخاص. أنا مسؤول عن هذه العبارة. أستاذ وليد، نصيحة لله من أخوك الشيعي، ولو أنا مو أخوك الشيعي، لا أنا مو أخوك، أنا أخوك بالدنيا، بس بالإسلام لا والله مو أخوك. أنا ند إلك، أنا كره إلك. أي شيعي يقوم يطول عليك وغيره وغيره السوالف هذه، وقول له كلام واحد: حامي عرضك من المراجع فقط. روح أسطب للثورة اللي يسموها هسه مدينة الصدر. أقسم لك بالله العظيم ما حد يعرف الأخ من أخوه. من الزنا روح هسه الكربلة، أنا أتقل الشعبية، روح طب عليها. هاي حاملة من هاي، وهذا حامل من هاي، وهذا حامل من هاي، ما تعرف هذا من الحاملة هاي من الحاملة. اليوم من مدينة كربلاء راح تسمعون قصة للأسف مأساوية وعجيبة. دنيا نحكي لي شنو صار وياك؟ أخذني الفندق شريفة، نزعني ملابسي، قلت له ابويا شلون تنام وياي؟ أنا مرة يعني متزوجة وهاي. قال ابويا كان رجال الغريب أحسن من عندي؟ بس أنا بدي أستوعب الموضوع، زين هو أبوش لو خاف مو أبوش؟ أبوي. شلون خاف مو أبوش؟ لا أبوي. يعني هذا واحد هذا لو من عندي كان أخلي له السن مال الجردية وأكتله وأخص عنده. لا أنا أخاف من عنده. خاف من عنده شو يسوي كان؟ حاط صوده ومسدس وقافل الباب وخاف من عنده. ما قدرت تتواصلين ويا رجلي ايش قال تعال هذا شو يسوي؟ هو اصلا متفق ويا رجلي اصلا ما هو اتفق ويا رجلي، قال اريد ما يعني بدي اريدها وياي. ثاني يوم اخذنا الفندق شريفه يوم كامل هو على اغتصابه، ينام وياي، ينزعني ملابسي كلهن وينام وياي.